بسم الله الرحمن الرحيم. على كل اخواتي الحبايب، في بدايه الفيديو اعمل اشتراك في القناه واعمل اللايك وفعل الجرس وصلي على النبي في الكومنتات وادعي لاخواتنا، وتعالوا مع بعض نتكلم عن مباراه منتخب مصر والهزيمه اللي خدناها امبارح. تستحق الهزيمه امام السنغال، مش المره الثانيه او المره الاولى، دي المره الثالثه ان احنا بنتغلب من السنغال. اتغلبنا منها مرتين، مره في نهائي بطولة أفريقيا، وتاني مرة لما كنا بنلعب في تصفيات كأس العالم، ودي ثالث مرة اللي من السنغال. في ناس كتير هتقول لك ضد السنغال، احنا مش ضد السنغال، احنا مش المشكلة عندنا احنا، والمشكلة في المدرب كابتن حسام حسن. انا نازل المباراة امبارح امام السنغال العب بخطة دفاعية ليه؟ طول المباراة امبارح الكابتن حسام بيلعب بخطة دفاعية. اول هجمة نعملها المنتخب في الدقيقة 84، يعني طول المباراه انت ما عملتش هجمه. اول ركنيه تجي لك في الدقيقه 84، اول شوطه يشوطها المنتخب الوطني يشوطها في الدقيقه 94. نفسي اعرف فين الكابتن محمد صلاح. الناس اللي طالعه بتقول لك كابتن محمد صلاح، مو صلاح ده في ليفربول مش في منتخب مصر. لو شفنا امبارح ساديو ماني امبارح كان بيهاجم ويدافع مع منتخب السنغال، مش فارق معاه بقى رجله، مش فارق معاه اي اصابه. هو اللي كل اللي فارق معاه بلاد منتخب السنغال، اكتر من كده مش فارق معاه. مش زي عندنا الكابتن محمد صلاح لابس الاشاره وخايف ان هو يدافع، خايف ان هو يهاجم. وطول المباراه لو لاحظت في المباراه امبارح هتلاقي اصلا مدرب السنغال سايب محمد صلاح بيتحرك بحريه. يعني حتى الكره اللي بتيجي لمحمد صلاح لاعب على لاعب ما كانش بيأديها وما كانش بيعدي. مو صلاح خلاص بالنسبه لي انتهى خلاص. مو صلاح اللي هو لاعب على لاعب خلاص، ده مش موجوده كمان، مش موجوده نهائي عند محمد صلاح. محمد صلاح المفروض اصلا انت كده تعتزل دوليا. ناس كتير هتقول انت بتنتقد محمد صلاح، ده لاعب كويس، ده واخد بطولات مع واخد بطولات مع ليفربول، ما خدش بطوله لمنتخب مصر. شارك في بطوله افريقيا اتاخدت منه، شارك في كاس العالم ما عرفش يوصل. ما تقوليش محمد صلاح، ما تقوليش ان محمد صلاح ده اسطوره من اساطير الكره المصريه، اسطوره في ليفربول مش اسطوره لمنتخب مصر. امبارح اداء طبعا جاهد من الكابتن حسام حسن، واداء دفاعي طول المباراه، طول المباراه لحد الدقيقه 94 او لحد ما المباراه انتهت واحنا بندافع. نفسي اعرف يا كابتن حسام انت بتدافع عن ايه؟ انت لو الدقيقتين اللي انت هجمت فيهم منتخب السنغال قدرت ان انت توصل، قدرت ان انت تهاجم، قدرت ان انت تشوط كره على مندي. امبارح طول المباراه ما شفناش مندي قاعد كده ورا، قاعد مستريح ويشرب العصير من الشاليمو والدنيا تمام معاه. مفيش ولا هجمه، مفيش شوطه واحده. اول ركنيه تجديد يعني جبها المنتخب، الركنيه الوحيده في الدقيقه 94 او الدقيقه 84. اول شوطه يشوطها عمر مرموش في الدقيقه 94. ده اداء باهت من منتخب مصر. محدش يقول لي ان احنا بنلعب بالمنتخب المحلي ومفيش محترفين. منتخب السنغال عندهم محترفين، خدنا 3 بطولات افريقيا 2006 2008 2010 كان اللعيبه محليه. الوحيد اللي كان بيلعب دوري 2006 كان احمد حسام ميدو، او اللي كان بيلعب محترف احمد حسام ميدو. الوحيد اللي كان بيلعب 2008 و2010 محمد زيدان، هو اللي كان لاعب محترف. اللعيبه المحليه دي هي اللي جابت بطولات لمنتخب مصر. اللعيبه المحليه دي هي اللي جابت 3 بطولات متتاليه مع الكابتن حسن شحاته. المشكله مش في اللعيبه المحليه، المشكله في الاتحاد المصري، والمشكله في الكره المصريه واللعيبه اللي بتطلع يقول لك انا عايز 30 مليون وعايز 30 مليون و40 مليون. بناء عليه انت اصلا ما عندكش اساسيات كوره، ما عندكش اي بساط صح. طول المباراه امبارح مش عارف تلعب باص صح، طول المباراه امبارح عمال تدافع. طب ما انت من حقك تيجي فيك هدف. انت مستني ايه لما الفريق المنافس عمال يهاجم عليك؟ مستني منه ايه؟ مستني ان انت تطلع ليه شغل اضافيه وتوصل ضربات جزاء؟ مش هتوصل معاك لكده. امبارح مدرب السنغال ساب حريه محمد صلاح لان عارف محدش هيلعب بمحمد صلاح، او عارف ان المنتخب طول المباراه يفضل يدافع. فلاعب سايب محمد صلاح في حريته. كان ضغط على عمر مرموش لان هو خلاص عرف ان عمر مرموش عنده سرعه وعنده قوه بدنيه كويسه ويقدر ان هو يعدي ويجي. فكان الوقت كله عند عمر مرموش. محمد صلاح بالنسبه له ما فرقش حاجه. ناس هتطلع برضه وتقول لك الشناوي الهدف سبب الشناوي. طب الهدف سبب الشناوي ازاي؟ كره شاطر تردد في لاعب السنغال، تردد لساديو ماني واستلم وشاط محدش معاه. الكوره لما تشوف عدت من 3 لعيبه بعد كده راحت للشمال. فين الدفاع؟ احنا بندافع طول المباراه.
ناس هتحمل لك الشناوي غلط، والشناوي هو اللي غلط. الشناوي المفروض هو اللي يتحمل الهدف، المفروض يبقى عندنا حارس كويس. الشناوي ده اللي شال مصر في كاس العالم وطلعها بشكل كويس. الشناوي ده اللي شال كل البطوله. الشناوي هو كل المباراه، التسديدات كلها بتاع السنغال لولا الشناوي كان بيجيب فيك ثلاث اربع اهداف. شال بدل الكوره كذا كوره امبارح. من اول غلطه الناس كلها تطلع تقول لك الشناوي. الشناوي هو السبب، لا الشناوي مش السبب. السبب كله في الخطه اللي محطوطه. ليه العب بخمسه ورا؟ خمسه ورا، ليه ما هاجمش؟ انا الفتره اللي انا هاجمت فيها قدرت ان انا اوصل واشوط على مين؟ ليه ما كنتش بهاجم من طول المباراه؟ نفسي اعرف انت واخد معاك كابتن حسام ثلاث مهاجمين، صلاح محسن، اسامه فيصل، واخد مصطفى محمد. نفسي اعرف انت ما بتلعبش بمهاجم صريح. ايه خطه ان انت تلعب بمرموش مهاجم صريح؟ مرموش خطورته كلها على الطرف. حتى في لما بيلعب مع مانشستر سيتي خطورته كلها على الطرف، مش مهاجم صريح. امال انت واخد المهاجمين دول ليه؟ واخد المهاجمين عباره عن ايه؟ بناء عليه واخد مهاجم. ما كنتش خدت مصطفى محمد، ما كنتش خدت صلاح محسن، ما كنتش خدت اسامه، ما كنتش خدت مهاجم. كنت لعبت بمرموش طول الموسم بقى وبتلعب في كاس العالم. بقول لك احنا بنحضر لكاس العالم، كاس العالم انت لو رحت كاس العالم بالمنظر اللي احنا شفناه ده تلعب بخطه دفاعات مش توصل لحاجه، مش هتوصل دور النهائي. وهتطلع حصلت مجموعه في الاخر وهتروح زي ما روحنا قبل كده في 18. احنا بنضحك على نفسنا. الفكره كلها في المدرب، الفكره في اللعيبه الرجاله. لو في لعيبه رجاله هاجم، ما تخافش. انت خايف من ايه؟ هيجي فيك هدف هتقدر تجيب هدف. احنا عندنا القدرات ان احنا نعمل كده، عندنا الاستعداد ان احنا نعمل كده. ما تقوليش اساسيات كوره، ما تقوليش ما اعرفش ايه، ما تقوليش ان احنا عندنا لعيبه محليه، اللعيبه المحليه دي بتجيب لنا بطولات. اداء باهت خالص من المنتخب، ما فيش ولا هجمه طول المباراه قاعدين امبارح على اعصابنا، ما فيش هجمه، ولما يجي الهدف نفكر ان احنا نهاجم، نفكر ان احنا نشوط كوره. قلت في فيديو، نزلت فيديو ريلز كده، وقلت كابتن حسام هيلعب بنفس التشكيله اللي لعب بيها قدام كوتوفار، وقلت مدرب السنغال هيذاكر الخطه دي كويس وهيعرف يشوف الثغرات منها. وفعلا عرف شاف الثغرات منها. الكوره جت لمانيه، مانيه بيتحرك براحته، استلم، شاط الكوره جت له. صراحه يستاهل منتخب السنغال يفوز، ما يستاهلش ان احنا نسعى. والكابتن حسام اي حد يكلمه يقول له سبع بطولات، سبع بطولات يا كابتن حسام، مش عايزين سبعه، عايزين ثمانيه وتسعه و10. عايزين نعلي البطولات. ساديو ماني لسه دي تاني نهائي يدخله. اول نهائي دخل خد البطوله من منتخب مصر، ده تاني نهائي يدخله. ممكن السنغال تاخد البطوله، يعني السنغال ممكن تبقى خدت البطوله. ليه؟ عشان لعبه رجاله. ما تقوليش اعمار سنيه، اعمار سنيه، الاعمار السنيه دي بيدفع فيها ب 50 و60 مليون. لا يعني الاعمار السنيه دي بتاخد 100 مليون. اعمار سنيه ايه؟ مشكله عندنا في الدوري المصري، مشكله عندنا في اتحاد الكوره الفاشل، المشكله عندنا ان احنا ما بنطلعش ناشئين، المشكله عندنا في ان الاساسيات الكوره زي الزفت، المشكله عندنا ان ما فيش روح قتاليه، المشكله عندنا ان عندنا مدرب جبان. كابتن حسام حسن في المباراه دي جبان، لان العب بخطه دفاعيه بحته طول المباراه، واول هجمه اجيبها في الدقيقه 84، اول اغنيه تيجي في الدقيقه 94. ليه؟ طول المباراه مفيش اغنيه، ما شفتش جون المنافس. طول المباراه انا امبارح قاعد بتفرج على المباراه عمال اقول فين المنافس؟ طب فين جون المنافس؟ عايزين نشوف. هاجم يا عم اضغط. صراحه الروح اللي شفتها امبارح من ياسر ابراهيم وحسام عبد المجيد ما شفتهاش. حسام عبد المجيد وياسر ابراهيم، امام عاشور كان بيفرض نفسه في الملعب، مره في الدفاع ويروح لبيته ويرجع، كان بيجري، كان بيتحرك. اما محمد صلاح واقف يعمل لي كده. ايه بقى كده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ والكره بتجيلك ما بتصدق تخلص منها، تبقى ساعه على طول. يا ريت بتوقف الكره في رجلك وتقدر ان انت تشوف اللاعب اللي جاي وتبص له. ده انت اول ما الكره بتيجي على طول بتروح شايطها على طول في منك، تروح شايطها، بتخلص منها عشان الكره ما تخرجش منك، عشان الناس ما تقولش محمد صلاح. لا انت خلاص يا محمد صلاح مفيش. انت محمد صلاح الاول مع ليفربول مش دلوقتي. لازم يبقى عندك روح، لازم يبقى عندك قتاليه في الملعب. ده منتخب مصر. ايه المشكله يا عم لما تتصاب؟ هترجع تاني وهترجع افضل من الاول. تغيير، نيجي بقى لتغيير تريزيجيه. ناس بتقول لك ايه ده تغييره. طب انا اول ما شفت التغييره يعني ايه؟ قلت ايه التغييره الغريبه دي؟ ان انا اطلع احمد فتوح الباك الشمال اللي عنده نفس تريزيجيه، بس للاسف احمد فتوح جاله اصابه في الخلفيه، او كان قبل المباراه عنده اصابه في الخلفيه واتحمل على نفسه ولعب شوط كامل
وعمل اداء كويس، نزل تريزيجيه. لان انت طبعا عندك محمد حمدي اتصاب، وعندك احمد فتوح عادل اتصاب، يبقى ما عندكش غير تريزيجيه اللي هيلعب في الحته دي اصلا. حته ان انا انزل زيزو في الاوقات الاخيره او انزل مصطفى محمد. مصطفى محمد انا نفسي والله فعلا البطوله دي الراجل ده او اللاعب ده اتصاب، على الرغم ان هو ممكن ينزل ما يأديش الاداء كويس، بس اتصاب لازم انا العب بمهاجم صريح. امبارح السنغال بتلعب لك باثنين مهاجمين صريح، بتلعب لك بساديو ماني. طيب انا حته كده نفسي اعرف الكابتن حسام ما ركزش فيها ازاي؟ كولوبالي طلع يعني اتصاب وطلع، انزل بقى مصطفى محمد هيهاجم اللاعب اللي نزل مش بقوه ومش باداء كولوبالي، يعني مش باداء ولا قوه كولوبالي. هقدر انزل مهاجم واضغط على القسم. لو ضغطت عليهم ده والله لا فزت. انا لو وصلت للنهائي وطلعت للنهائي ارحم من ان انا اطلع من السنغال لثالث مره، بتهزمني لثالث مره. الناس بتقول لك عقدتنا مش السنغال، لا احنا كده عقدتنا السنغال لما تهزم منها 3 مرات، عقدتنا السنغال زي كوت ديفوار كده عقدتها مصر. كوت ديفوار ده انت كل مره بتغلب كوت ديفوار، انت لعبت مع كوت ديفوار 12 مباراه فزت عليهم 11 وهم غلبوك مره. عقدتك يعني عقده كوت ديفوار مصر، احنا عقدتنا السنغال ان انت توصل للمباراه بالاداء ده وتوصل بيه الخطه بالطريقه دي، ان انا العب بخطه دفاعيه، خطه دفاعيه بحته. مروان عطيه امبارح كان تايه، حمدي فتحي تحس ان هو في غلط، ومحدش يقول المبررات الحكم، كلنا متعودين على الحكام الافارقه وعارفين ان الحكام الافارقه ممكن يغلطوا، ممكن يعملوا مشاكل وكوارث في الملعب، ممكن ما يكتبش المباراه اصلا. بس المفروض ان انا نازل بالمباراه هلعب يا عم، هلعب بحسام عبد المجيد وياسر ابراهيم، احمد فتوح ومحمد هاني، مروان عطيه، انزل بزيزو وانزل بمين؟ وانزل بامام عاشور وعمر مرموش محمد صلاح مصطفى محمد، اهاجم على اللعيبه. افضل هاجم او اطلع زيزو وانزل بمحمد شحاته وامام عاشور وافضل هاجم. الكره الهجوميه حلوه من ايام كروش الثلاثين، لسه مسيره كروش تاني نلعب بالكره الدفاعيه مع الكره الطوليه. وقلت في الفيديو وقلت في المقطع اللي قلت مش هنقدر ان احنا نوصل بالكره الدفاعيه او مش هنقدر بالكره الطوليه مع منتخب السنغال. ليه؟ منتخب عنده سرعات، منتخب عنده لياقه بدنيه كويسه، منتخب عنده مهارات كويسه. فانت مش هتقدر الكره الطوليه اللي انت بتعملها مش هتعرف تعملها، لان المنتخب متمركز في مكانه، منتخب هو نازل المباراه عارف هو هيعمل ايه، عارف هو ايه اللي هو عايز يعمله. انا عايز افوز، عايز اجيب هدف، سبت لهم الاستحواذ، فضلت تلعب دفاع. الشناوي شال بدل الكره 10، مجرد هدف كيفي خرجنا من البطوله. لا الشناوي السبب، احنا ما عندناش حارس، لا احنا عندنا حارس بس ما عندناش روح في الملعب، ما عندناش مدرب جريء يقدر يلعب لك كره هجوميه، ما عندناش مدرب يقدر يحط خطه صح، ما عندناش مدرب يقدر يختار لعيبه صح. انت كان مين عندك على الدكه يقدر يصنع لك ازاي؟ نفسي اعرف. مفيش الا زيزو ومصطفى محمد. مصطفى فتحي كده كده بيجي المنتخب ما بيلعبش، اسامه فيصل كده كده مش هيديك الروح. مين تاني؟ مين تاني على الدكه يقدر يصنع لك الفرق؟ محمد شحاته بتقول برضه ما بتلعبش، هيصنع لك الفارق في المباراه فيصل. اداء بات من منتخب مصر حاجه والله العظيم تبلغ من اللي عمله الكابتن حسام. الكابتن حسام يتحمل خساره منتخب مصر امام السنغال، واللعيبه تتحمل، محمد صلاح يتحمل، كابتن مصر المفروض ان انا الكابتن، انا اللي اقدر يعني اضغط، انا اللي اقدر احمس اللعيبه، انا اللي اقدر اقول للعيبه تهاجم. المفروض ان انا كابتن في الملعب. كابتن احمد حسن في بطوله 2006 شاط ضربه الجزاء، ضيع ضربه الجزاء. لما جينا نلعب ضربات الجزاء امام كوت ديفوار جاب ضربه الجزاء بكى. كابتن احمد حسن بكى عشان ضيع ضربه جزاء، عشان ده بيلعب باسم منتخب مصر. كابتن حسن شحاته خد 3 بطولات باللعيبه المحليه. ما تقوليش فرق الجيل وفرق السرعات، لا، بس ايام كابتن حسن ما كانش في لعيبه بتطالب بالملايين، انا عايز 100 مليون عشان اجدد، عايز 200 مليون عشان اجدد. ما كانش في لعيبه بتبص الماديه، لعيبه كل هدفها رقم واحد منتخب مصر، هدفها رقم واحد ان انا اخد البطوله، مش ان انا افكر في الفلوس والماديه. والله اللعيبه اللي بتلعب امبارح ده في لاعب اصلا بياخد 20 مليون، بياخد 20,000 اصلا للاداء اللي انتوا عملتوه. استنونا في فيديو جديد، اهم حاجه اعمل اللايك واعمل الشير.
فعل الجرس عشان الفيديو يوصل لكل الناس. استنونا في فيديو جديد، نستنى الفيديو اللي جاي الثالث والرابع، الله اعلم نطلع رابع ولا نطلع ثالث امام منتخب نيجيريا. استنونا في الفيديو اللي جاي.